شاهدوا ماذا حدث لوالي جهة فاس ووالي جهة مراكش بعد أن قاموا بذبح خروف العيد على طريقة القصر الملكي وبدون أي إذن. لازالت تفاعلات قضية إعفاء كل من والي جهة مراكش فريد شوراق ووالي جهة فاس معاذ الجامعي مستمرة، حيث يجري التحقيق في ملابسات اتخاذ السلطات قرار ذبح الأضحية في وقت أهاب ملك البلاد بشعبه عدم القيام بشعيرة الذبح بسبب نقص القطيع نتيجة الجفاف. وحسب معطيات دقيقة فإن الواليين الذين تم إعفاؤهما أشرفا على عملية الذبح بعدما حصلا على مشورة من ممثلي المجالس العلمية المحلية، حيث إن عملية الذبح تمت من طرف خطيب صلاة العيد وهو مسؤول بالمجلس العلمي. وحسب المعطيات فإن الفتوى التي استند إليها الواليين هي أنهما ممثلان لأمير المؤمنين ويمكنهما ذبح الأضحية نيابة عن الساكنة في الجهة. وأظهرت أشرطة فيديو تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي كل من الوالي شوراق والوالي الجامعي، وهما يحضران رسميا عملية ذبح الأضحية التي تم نقلها عبر وسائل نقل عمومية. وكان وزير الداخلية عناكلة من رشيد بن شيخي عامل إقليم الحوز ويليا بالنيابة على جهة مراكش، كما عين عبد الغني الصبار عامل عمالة مكناس لتولي تدبير شؤون ولاية جهة فاس مؤقتا. وتشير مصادر إلى أن التحقيقات قد تسقط موظفين آخرين.